أكثر من مليون زائر من السياحة سنويا. 1853 استولى على الجزيرة الجيش وحولها لحصن عسكري. 1934 خدتها ال FBI وحولتها لسجن مشدد الحراسة. كل 3 زنزانات بيراقبهم ضابط. السجناء بيتعدوا 12 مرة في اليوم. مشكلتك في السجن ده مش بس فكرة ان انت في سجن، مشكلتك ان انت حتى لو هربت فانت في جزيرة، وحتى لو نزلت المية فسمك القرش مش هيسيبك. دي اشاعة الضباط طلعوها، لكن الاشاعة دي اتأكدت بموت طالب جامعي في 1959. في 2015 السياح بالصدفة شافوا القرش بنفسه موجود في منطقة الخليج. السجن ده من كتر شهرته اتعمل عنه العاب، هو اوريدي موجود في بعض الالعاب اللي كلكم اوريدي بتلعبوها. انا نفسي بلعب كول اوف ديوتي. انا بعشق ان انا العب في المنطقه بتاعه الكاتراز. اخيرا الحلقه اللي احنا كلنا كنا مستنيينها، الحلقه الناس كانت طالباها من اسبوعين. النهارده هنتكلم عن سجن الكاتراز. الكاتراز هو بيتكون من كذا مكان. الاماكن اللي موجود فيها السجن زي ما هي قدامكم على الشاشه. منطقه السيل هاوس ودي منطقه السجن. في عندكم مناطق تانية على اطراف الجزيره. اهم منطقه اللي احنا حابين بس نتكلم عليها النهارده هي منطقه السيل هاوس، لان هي دي اللي حصلت فيها الاحداث، هي دي اللي شهرت السجن. السجن ده احتوى مجرمين كتير زي ما هم موجودين قدامكم على الشاشه. احنا ممكن نتكلم عن المجرمين دول في حلقات تانية، لكن النهارده احنا هنركز على 3 مجرمين، ودول من اهم المجرمين اللي موجودين. دولت الوحيدين اللي قدروا ان هم يهربوا من السجن. السجن ده اتعمل عنه فيلم، هتلاقوني سايبه لكم في الديسكربشن، اسمه The Escape from Alcatraz. هيعجبكم، حاولوا تتفرجوا عليه، فيلم قديم شويه لكن هو فيلم لطيف. السجن ده تعرض لمحاولات هروب كتير جدا، معظم السجناء كانوا شايفين انه سهل ان انت تهرب منه، لكن احنا هنركز النهارده على 3 من السجناء دول. وهنبدا باول واحد فيهم وهو فرانك لي موريس AKA، مشهور جدا بالسطو المسلح، تاجر مخدرات، واتمسك في حاسه المخدرات من هو صغير، من هو طفل، وهو موجود في اصلاحيات قد كده. الراجل ده من كتر محاولات هروبه اتعمل له نمط خاص بيه في الهروب، هو اتعمل له نمط سموه نمط الشوت جان. هو اي نعم طبعا مش بيستخدم الشوت جان، ولكن النمط ده من كتر ما هو بيحاول يهرب كتير، هو اسرع واحد في الهروب واكتر واحد بيفكر ان هو يهرب من اي سجن او يخرج من اي سجن. وفي 1960 قرر ال FBI انه لازم يتنقل لسجن الكاتراز. بقى السجين 1441. قابل واحد مهم جدا وهو جون ويليام أنجلين واخوه كلارنس أنجلين. الاثنين دول كان معاهم اخ ثالث اسمه ألفريد، وهم كانوا مشهورين جدا بسرقه البنوك، او هم حراميه بنوك بمعنى صح. لكن مش هم بس اللي كانوا مهمين، ان في سجين كمان اتنقل معاهم فيما بعد، وهو إلين ويست. وإلين ويست ده اهم واحد معانا في القصه، لان إلين ويست هو العقل العبقري اللي خطط لفكره الهروب، وهو اللي ساعدهم جدا في فكره الهروب. طيب فكره الهروب دي كانت عباره عن ايه؟ وهي ليه اتشهرت اصلا؟ فكره الهروب دي اتشهرت لان هو ده الهروب الوحيد اللي لغايه النهارده اللي بالشكل كامل تم في سجن الكاتراز، ومحدش عارف عنه غير بعدها. طيب ده اول بوينت. طيب هل هم فعلا نجحوا يهربوا ولا لا؟ لغايه النهارده هروبهم ده ما زال فيه شويه تساؤلات، وهتعرفوا ليه. الهروب ده بس عشان تبقوا عارفين هو بدا يتخطط له من 1961، وبداوا ينفذوا في خطه الهروب، وبداوا يجمعوا مكونات اللي هيهربوا بيها في ديسمبر 1961. طيب تعالوا نشوف هم كانوا محتاجين ايه اصلا عشان يهربوا. طبعا الحاجات دي كلها اللي كان مخطط لها كان إلين ويست. تعالوا نشوف. هو كانوا محتاجين اول حاجه ان هم يخرجوا من الجزيره. طب ازاي هيخرجوا من الجزيره؟ عن طريق ان هم يخرجوا من الزنزانه في الاول. طيب عشان يخرجوا من الزنزانه هم كانوا محتاجين طبعا ان هم يكسروا الزنزانه، وطبعا كانوا هيتمسكوا. فكان الحل ان هم يحفروا نفق من الزنزانه. طيب النفق ده هيخرج ايه؟ النفق ده هيحتاج ليه طبعا ادوات حاده. ده اول حاجه. يبقى احنا كده معانا اول حاجه في خطه الهروب دي هي الادوات الحاده. تاني حاجه، فرضنا ان هم خرجوا بالفعل من الزنزانه، هيضطروا ان هم يعوموا في البحر. طيب الجزء بتاع البحر او الجزء عشان يهربوا من الجزيره هيحتاج منهم زي مركب. ده تاني حاجه، هيحتاجوا مركب. تالت حاجه هيحتاجوا ان هم يحطوا مكانهم زي اجسام، خلينا نقول دمى حيه شويه، وهنعرف يعني ايه دمى حيه، عشان ما يتعرفش ان هم هربوا، لان زي ما قلنا ان السجناء بيتعدوا 12 مره في اليوم، وكل 3 زنزانات بيبقى ليهم ضابط. من حظهم الحلو اولا ان هم كانوا قريبين من بعض في الزنزانات، دي اول بوينت في صالحهم. تاني بوينت ان هم عشان يقدروا يعملوا المكونات دي خدوا وقت طويل من التخطيط والتظبيط للفكره، وان علشان يقدروا يجهزوا الحاجات دي ما استعجلوش. طيب تعالوا نشوف هم بدأوا يجهزوا ادواتهم ازاي. اول حاجه كانوا محتاجين دمى نابضه للحياه او لايف داميز زي ما بنقول. طيب ايه فكره اللايف داميز دي؟ هي عباره عن وشوش او اشكال للدماغ هم حاطينها، معموله من الاسمنت، الصابون، شويه ورق مناديل، وشعر جمعوه، ودهان زي دهان لون البشره شويه زي ما موجود عندكم كده في الصور. تاني حاجه ان هم كانوا عايزين فيست او لايف جاكيت يقدروا ان هم يعملوه، وهنعرف عملوه منين.
طيب هل بس ده اللي كانوا محتاجينه؟ لا، كانوا محتاجين كمان يعملوا زي مركبه صغيره كده بلاستيك، بحيث ان هم او خلينا نقول مطاط شويه، بحيث ان هم يقدروا يهربوا بيها من الجزيره. طيب هم عملوا ازاي المركبه وعملوا ازاي اللايف جاكيتس دي؟ هم قدروا يجمعوا اكتر من 50 بلطو، اللي هو الرين كوت، اللي هو البلطو بتاع المطره، اللي هو بيبقى خامته بلاستيك شويه. قدروا ان هم يجمعوا اكتر من 50 واحد، واكتر من 50 واحد دول على مدار سنه كامله قدروا ان هم يعملوا منهم اللايف جاكيتس، ويقدروا يعملوا منها ايه المركبه، ويقدروا يعملوا منها المركبه اللي استخدموها علشان خاطر يقدروا يهربوا. طيب ايه تاني كانوا محتاجين؟ ودي حاجه مهمه جدا، ودي اهم حاجه، ودي العنصر الاساسي في الخطه دي كلها، ان هم يقدروا يحفروا بره السجن، بره الزنزانه بتاعتهم. وهم ده اللي قدروا ان هم يجمعوه، قدروا يجمعوا شفرات حاده زي اللي موجوده قدامكم دي كده على مدار السنه كامله، ان هم يقدروا يحفروا بيها. ولكن الشفرات الحاده ما كانتش هتكفي ان هم يحفروا، فقرروا ان هم يعملوا زي شنيور صغير. جابوا مكنه حلاقه، لان إيلين ويست كان هو اللي مخطط للكلام ده. هو اوريدي برضو كان موجود في صالون الحلاقه الخاص بالزنزانه او خاص بالسجن كله عامه. هو قدر يجمع الشعر عشان يعمل منه اللايف داميز او الدمى اللي هم حطوها مكانهم، وقدر يجمع منه عن طريق موتور مكنه الحلاقه، مع ان هو يلحمه في المقص، ان هو يعمل زي خلينا نقول شنيور. ولكن ده كان ضعيف، لان الموتور بتاع المكنه كان ضعيف، ما كانش يقدر يحفر معاهم. لكن الحظ كان حلو معاهم، ان بعد فتره الفاكيوم اللي هي المكنسه الكهربائيه الخاصه بالسجن فيها عطله حصل، فهو قدر ان هو يلاقي فيها موتورين، وقدر يشغلها بموتور واحد، وده عمل كفر كويس بالنسبه له، بحيث ان هو ما يتمسكش او يتعرف ان هو خد الموتور ده. وقدروا ان هم بالفعل يحفروا فتحات التهويه زي ما انتم شايفينها كده، ومن فتحات التهويه دي قدروا يطلعوا ورا الزنزانه. طب اشمعنى ورا الزنزانه؟ لان ورا الزنزانه، ورا كل زنزانه كان في مكان مواسير تقدر تتسلقه عشان تطلع لفوق للسقف للسيل هاوس. هوريكم انا برضه منطقه السيل هاوس، او دي منطقه الزنزانات. ولما يقدروا يطلعوا من الزنزانات دي، هيقدروا ان هم يخرجوا من الجزيره في منطقه في البحر، ومنطقه من البحر دي هم لما ينزلوا هيقدروا ان هم باللايف جاكيتس وبالمركب ان هم يهربوا بره الجزيره. وبالفعل بدأوا ان هم ينفذوا في الخطه دي. ولكن في مشكله ظهرت معاهم، وظهرت بالذات مع إيلين ويست، ان هو كان عشان يقدر يحفر الصوت كان عالي، وده اللي اخره هو في الحفر عن بقيه الناس اللي معاه. وهم كانوا بيحفروا بالتناوب، يعني واحد كان بيراقب والتاني كان بيبدا يحفر. الكلام ده كان من امتى؟ الكلام ده كان بيحصل كل يوم الساعه 9:30، لان ده الوقت اللي بتطفي فيه الانوار في الجزيره، او بتطفي فيه الانوار في السجن بمعنى صح. ولكن لما جه يوم التنفيذ، وهو 11 يونيو 1962، وتحديدا الساعه 9:30 بالليل، بعد ما الانوار طفت، كل واحد من المساجين، طب هم مين اللي كانوا هيهربوا؟ قلنا فرانك لي موريس، ده اول واحد. تاني واحد كان الاثنين الاخوات، او خلينا نقول الثاني والثالث كانوا الاثنين الاخوات، كان كلارنس انجلين وجون انجلين. الثلاثه كانوا بيحاولوا يهربوا، وكان معاهم الشخص اللي اتنقل لهم الرابع، وده الشخص المدبر واللي فكر لكل الحاجات دي، كان إيلين ويست. هم الثلاثه قدروا ان هم يخرجوا بنجاح من الزلزال. لكن كان في مشكله حصلت مع إيلين ويست، ان هو المكان اللي حفره ما كانش كامل، فقرر ان هو يخرج من التهويه او فتحه التهويه اللي فوق، ولما يخرج منها لقاها مش مناسبه، لان هم ما عرفوش يشيلوا الشبك اللي هو الفتحه دي. وطبعا الوقت كان خلاص متاخر عليهم ان هم يقدروا يخرجوا، فبالفعل حاولوا يساعدوه لكن ما عرفوش، فالثلاثه هربوا، واللي فضل إيلين ويست. طيب إيلين ويست هو بعد ما فضل قعد فتره بيحاول مع الشبك لغايه ما قدر يخرج، ولكن بعد ما طلع للسقف وبعد ما تسلق للسقف كانوا هم اوريدي هربوا، ورجع لزنزانته لانه ما لقاش الادوات. خلاص هم خدوا الادوات اوريدي اللي هم هربوا بيها. طب تعالوا بقى نرجع للثلاثه اللي هربوا. مين اللي هرب؟ قلنا الاخين جون وكلارنس، ومعاهم فرانك لي موريس. الثلاثه بالفعل قدروا ان هم يخرجوا، وقدروا ان هم زي ما انتم شايفين كده يتسلقوا المواسير اللي قدامكم دي، وعملوا فتحات في السقف فوق السيل هاوس خالص في اعلى حاجه، وقدروا ان هم ينزلوا عن طريق مواسير تاني من السيل هاوس. وبعد ما نزلوا للجزيره، طبعا الجزيره بالليل بعد 9:30 بتبقى مطفيه تماما، والحفر زي ما قلنا عشان كده كانوا بيبداوا 9:30، فهم قدروا ان هم يوصلوا للشاطئ. واول ما وصلوا لشاطئ الجزيره خدوا بالفعل المراكب وبداوا في الهروب. وكانت الخطه بتاعتهم ان هم كانوا هيخرجوا، هيمشوا مسافه 2 او 3 كيلو متر في قلب البحر عن طريق اللايف جاكيتس والمركب الصغير اللي هم عملوه. وبعد ما يوصلوا لمنطقه ماريان او مقاطعه ماريان، هياخدوا بعضهم وهيمشوا عن طريق مضيق، هيعوموا مسافه صغيره كده عن طريق مضيق اسمه مضيق راكون. طبعا كانوا بعدها هيستولوا على مكان هيغيروا فيه اللبس، وهيستولوا على عربيه او حاجه. وبعد كده هيبقوا واخدين بعضهم وهيروحوا لجزيره انجل. جزيره انجل هي بعيده شويه عن جزيره الكاتراز، لكن هي بالنسبه لهم كانت المخرج ليهم. وبعد كده كل واحد طبعا بقى يبدا يشوف اتجاهه في حياته. الهروب ده هو السبب الاساسي اللي اتعمل عنه الفيلم، وهو ده اللي في ناس بترجع ليه ان الثقه في الاف بي اي اتفقدت بعدها، وقفلوا السجن في 1963. لكن مش ده السبب الحقيقي. هو السبب الحقيقي ان تكاليف خلينا نقول التكاليف الخاصه بالسجن، ان هو
يقدروا يباشروه ويديروه كانت غاليه جدا على اللي بيقدمه، فاضطروا ان هم يقفلوه. ومن ساعتها والسجن ده هو مزار سياحي زي ما انتم شايفين، وبيتطلع تذاكر كتير، ومنطقه جميله جدا، وفي مجرمين كتير. من اشهر المجرمين اللي كان فيه كان سكار فيس او الكابون. ولو حابين زي ما قلت لكم ان احنا نعمل حلقه تاني عن المساجين الخاصين بالسجن ده، فممكن في اي وقت نبقى نعمل حلقه عن المساجين دي. اما بالنسبه بقى للثلاثه المجرمين اللي عندنا، فلغايه النهارده هم مش معروفين مصيرهم ايه. اول واحد فرانكلي موريس، هو وجون وكلارنس انجلين، الثلاثه في ناس بتقول ان هم ماتوا، في ناس النقاد بيقولوا ان استحاله ان هم كانوا ينجوا من درجه حراره الميه في الخليج خصوصا بالليل، وفي الامواج الكتيره بتاعت الخليج استحاله ان هم يقدروا يمشوا بيها، بل وان هم لقوا لايف جاكيت مصنوع يدويا ومعضود في المنطقه بتاعه الهواء، وهم بيرجعوا ان المنطقه دي اللي انت بتنفخ فيها اللايف جاكيت، وهم بيرجعوا كمان ان هي اتخرجت وما قدرتش تستحمل خلينا نقول ايه الميه او الجزء اللي اتعمل، وصاحبها غير. كمان في سفينه اكدت ان هم شافوا جثه في نفس الوقت عايمه على وش الميه، ولكن ما كانش ليها تاكيد، ما عرفش يلاقوا جثه. الخليج صعب ان انت تلاقي فيه اي جثث تبقى موجوده، ولغايه النهارده مش معروف هل هم بالفعل اتقبض عليهم، هل هم بالفعل ماتوا، هل هم بالفعل هربوا، خصوصا ان هم ما تواصلوش مع اهلهم. حتى اهلهم لما استجوبوهم فاهلهم ردوا قالوا ان هم بس يعني ما تواصلوش معاهم. فلغايه النهارده سمعه الهروب ده هي اكبر سمعه هروب في سجن الكاتراز. كان في كذا حد حاول يهرب، منهم اللي خرج ووقف كده على جزيره جنب البحر، ومنهم اللي عام بالفعل لغايه ما وصل للخليج وقدر ان هو يحاول يهرب، لكن كان بعدها البوليس اكتشفه وكان منهك وما قدرش ان هو يكمل واتقبض عليهم. لكن دول الثلاثه لغايه النهارده مش معروف هل هم عايشين ولا ماتوا ولا اتقبض عليهم ولا ايه موضوعهم بالظبط. ده كان كل حاجه لسجن الكاتراز. زي ما قلت لكم سجن جميل جدا، موجود في بعض الالعاب زي كول اوف ديوتي. انا بعشق اللعبه دي، والناس اللي تعرفني هم عارفين ان انا مدمن اللعبه دي. المنطقه دي جميله جدا، حاولوا ان انتوا تبصوا عليها، حاولوا ان انتوا تتابعوا. ولو حابين حلقات تانية اكتر عن السجون ونبدا نتكلم عن السجون الغريبه اللي موجوده في العالم. من فتره كان كريم صاحبي كان قال لي ان في سجن في المغرب اسمه سجن جاره او سجن جاره، فاحنا ممكن نبقى نبص عليه المره الجايه او الحلقه الجايه. لو حابين ان احنا نكمل في الحلقات الخاصه بالسجون فحاولوا تعرفوني. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. كان في مساجين كتير نقدر نتكلم عليهم في سجن الكاتراز، كان في حاجات تانية، لكن هو سمعه السجن بدات بسبب قصه هروب الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم. ومن ضمن الحاجات برضو اللي انتوا لازم تبقوا عارفينها ان الفريد ده اخو جون واخو كلارنس انجلين اتعدم بعد فتره، وهو في عمليه صوت من العمليات هو اتقبض عليه واتعدم. اتعدم طبعا من الكرسي الكهربائي، وده كان خبر صادم من العيله كلها. ولغايه النهارده السجن ده بيتعمل عنه حلقات كتير، ولغايه النهارده هو من اجمل الاماكن لو انتوا تابعتوا. ده كان كل حاجه في الفيديو ده. اتمنى ان انتم تكونوا انبسطتوا معايا في الفيديو، واتمنى ان انتم تكونوا شفتوا المكان قد ايه جميل. ولو عجبك الفيديو ما تنساش بقى لايك وسبسكرايب وشير والكلام الكتير ده كله، فاهم انت اعمله مع نفسك، انت عارف يعني مش انا اللي هاجي اقول لك. مبسوط جدا ان الفيديو ده عملناه اخيرا، الناس كانت مستنيه من اسبوعين، فالحمد لله.